مساء الفل. انا عندي ملاحظه كده على اللعيبه المصريين. اللاعب المصري تحس ان هو عنده مشكله في النمو، يعني عنده مشكله في النمو والتطور، في حاجه غلط. يعني تحس ان في مشكله في الجينات، يعني هو بيجي له بيقف عند سن 18 20 سنه، ما بيكبرش. ما يعني هو اخره بيقدم، بيبقى لعيب قديم مش لعيب كبير. بره تلاقي اللعيب مثلا ما يبقى عنده 17 18 سنه بقى بمستوى، بعدين بيكبر شويه بيقول لك نضج، وبعدين تطور، وبعدين بقى لعيب كويس، بعدين لعيب كبير، بعدين لعيب عالمي. احنا ما عندناش كده. احنا عندنا اللعيب المصري بيوصل لمستوى معين كده ويقف يثبت عنده. وبعدين عندنا مشكله تانية بقى، ان اللعيب الناشئ بيفضل كتير ناشئ. يقول لك اللعيب الصاعد الكابتن محمد هاني، دي كانت ظاهره قوي في الكابتن محمد هاني، ففوجئوا فجاه كده احنا لقينا الكابتن محمد هاني بقى عنده 30 سنه. فضل لعيب صاعد واعد من سن مثلا هو عنده 17 سنه لحد ما بقى عنده 28 سنه. فجاه كده بيبصوا في تاريخ ميلاده لقوا تاريخ ميلاده وعنده 30 سنه. لا، ده الكابتن محمد هاني كبر مش نضج، بس زي ما هو ما فيش اي حاجه اتغيرت فيه. هو كويس، هو طالع كويس، بس ما بيتطورش، يعني ما فيش بعد كده حاجه. دي في كل لعيبه مصر. اللعيب المصري بيبقى موهوب ولاعيب طالع، المفروض ان هو موهبه واعده. بنستنى منه كتير، وفي النهايه مفيش بقى، بيجي عند سن معين وتلاقيه خلاص ثبت. يجي مثلا يقول لك اللعيب صغير في السن، لعيب لسه ليه مستقبل، هيبقى لعيب كبير. طب واللعيب اللي لسه ليه مستقبل ده عنده كام سنه؟ بيقول عنده 27 سنه. 27 سنه لسه ليه مستقبل؟ يعني مستقبله امتى؟ هو بعد كام سنه؟ رغم ان اللي احنا عندنا في مصر برضه اللعيب بيجي عن 30 سنه ويبطل، يقول لك لعيب كبر خلاص عنده 30 سنه. رغم ان اللعيب اللي بره ممكن يقعد لحد 37 و36 و38، لعيب معينه كده تكمل. احنا عندنا لعيب عن 30 سنه وخلاص البنزين بيخلص. يعني هو بيفضل صاعد لحد 27 سنه، ويلعب من 27 لحد 30، وبعد 30 يقول لك اللعيب ده كبر بقى عنده 30 سنه. فظروف نمو اللاعب المصري فيها مشاكل كتير. مرحله صعوده لحد نضجه لحد تطوره كلها فيها مشاكل، مختلف عن اي لعيب في اي حته في الدنيا. دي حاجه. تاني حاجه بقى، الجماعه المحللين عندنا في مصر. الفرقه اذا كسبت يبقى هي قدمت اداء كبير، وقفلت دفاعاتها، والاجناب ضغطت وعملت اللي عليها وربنا كرمها وكسبت. نفس الفرقه اذا خسرت بنفس الاداء، الفرقه ما قدمتش النهارده اداء كويس، ما عرفتش تطلع بالهجمه، وما عرفتش تبني الهجمه، وما عرفتش تطلع الهجمه من جوه الهجمه ومن بره الهجمه، والاظهره ما طلعتش في الاجنحه، والاجنحه ما عملتش الدور المسانده الهجوميه للدفاع في الهجوم كده. هو تحس ان في سكريبت متوزع، اذا الفرقه فازت واذا الفرقه خسرت. يعني عندنا في مصر التحليل بيتعمل على اساس النتيجه، مش على اساس خطه اللعب. الفرقه لو ادت اداء زي الهباب زي الزفت وكسبت، اذا الفرقه تمام وادت اداء عظيم ونجحت في اختراق دفاعات العدو. اذا خسرت بنفس الاداء بنفس الطريقه، الاداء النهارده كان مخيب للامال، والفرقه ما قدرتش تعمل تقفل دفاعاتها، ونفس الكلام. يعني عندنا قصة التحليل في مصر نفس قصة اللعيبة برضه، التحليل لا يتطور. احنا عندنا مشكلة في نمو اي حاجة تخص الكرة. يعني الكرة عندنا لا تنمو ولا تتطور. عندنا المدربين في الدوري المصري 10 مدربين ثابتين بيتقلبوا بين كل الفرق. ممكن المدرب ده يكون بيلعب مثلا مع الاتحاد، يخسر 3 4 ماتشات، فخلاص الاتحاد يمشي المدرب بتاعه. يوم المدرب ده راح في لعب يدرب سموحة، في سموحة يرجع تاني يدرب الاتحاد، فمدرب الاتحاد كان في سموحه، ومدرب سموحه كان في الاتحاد. وده كسب ده في الدور الاول، والتاني راح له الجهه التانيه في الدور التاني فكسبه تاني. وكده والدنيا ماشيه عندنا كده. الدنيا حاجه غريبه، ما تفهمش. المدربين عندنا بيقيموا على اساس هم 10 مدربين بقالهم 20 25 سنه، هم نفس المدربين بيتقلبوا بين فرق الدوري. يجي عندهم بقى عليهم 3 4 مدربين مصريين جداد، ويجي مثلا 2 3 اجانب، ويبقى والدوري بتاعنا عباره عن
نفس المدربين بيدربوا نفس الفرق، ويبقى هو مثلا مدرب السنه اللي فاتت الاتحاد وساب الاتحاد راح سموحه، وبعدين ساب سموحه راح مثلا انبي، وبعدين ساب انبي راح الاتحاد تاني اللي هو سايبه اصلا من السنه اللي فاتت وكده يعني. هم 10. طب ال10 دول عندهم مثلا ابداع، تكتيك، تكنيك، اي حاجه فيها ايك اللي بيقولوها دي مفيش خالص. هو نفس الطريقه. قفل، قفل، رص قدام منطقه. لو انت بتلعب اهلي وزمالك وبيراميدز، رص فرقتك قدام منطقه وشلت، وممكن كده تجيب جون ولا حاجه بالصدفه. ساعة بقى ما تلعب الماتشات التانية، تتفرج على الماتشات تحس ان انت يعني مش عايز اقول عيان بيضرب في ميت. مفيش الكرة اللي في اوروبا دي هم بيتفرجوا عليها بس زينا كده، انما اي حاجة تانية لها علاقة بالتكتيك والتحركات اللعيبة والجمل مفيش الكلام ده. ما عندهمش اي فكرة. انت بتتفرج على عقم، يعني المدربين عندهم عقم في التفكير. خش بقى بعد كده على الحكام. الحكام في مصر ناقص يعني شويه كده واللعيبه تضربه. يعني الحكم بيجي فاول، قبل ما يرفع الفاول يبص على اللاعب اللي جنبه عشان هيزعق لي ولا لا. وبحس انه مكسوف، الحكم كده مكسوف، خايف. متفهمش هو خايف من ايه. وحكام تحس ان كلهم عيانين، وتحس ان هم بيجروا في نص متر. لو الحارس المرمى بيشوط ضربه مرمى بيستنى نص ساعه لما الحكم يروح الجهه التانيه. تحس ان الهجمه المرتده، اللعيب على ما يوصل نص ملعب الخصم في هجمه المرتده، الحكم لسه هناك عند الرايه. لسه راجل كبير بقى وصاحب عين، مش قادر على على المجهود ده. فحكام على الله حكايتهم من كله. لياقه مفيش، مهاره مفيش، شخصيه ضايعه. اللي رايح واللي جاي، يعني اللي مزنوق عايز يشتم حد بيروح يشتم الحكم، يعني اللي معدي كده عايز متضايق عايز يشتم بني حد، فما هوش لاقي حد يشتمه فبيشتم الحكم. ده بعد الماتش اللي اي فرقه خسرانه ومتعادله متضايقه بتشتم الحكام. يعني الحكام تحس ان ما لهمش اهل يسالوا عليهم. المنظومه عندنا في مصر من اول لعيبه الكوره، مرورا بالادارات الفنيه بالاجهزه الفنيه، مرورا بالتحكيم، مرورا باتحاد الكوره، كلها عايزه اعاده ضبط مصنع. تنسف حمامك القديم، تنسفه نسف، تجيب قنبله تدمره، وبعدين تعمله من الاول، من اول الف ب. فاكرين ان احنا بنتفرج على الكوره، واللعيبه فاكره ان هي لعيبه كوره، والمدربين فاكرين ان هم بيدربوا كوره، والحكام فاكرين ان هم حكام كوره. بس كل ده مش حقيقي. يعني تحس ان كل ده فيلم سينما هابط، هابط من بتاع السبعينات اللي كانوا بيسموه السينما المقاولات ده. احنا عندنا كرة المقاولات بقى. احنا عندنا محلل عبقري جينيوس كان بيتكلم عن عمرو مرموش اللي راح السيتي ب 80 مليون يورو، كان بيقول عليه مدبول احسن منه. مدبولي مش عارف، مدبولي مع احترامنا للكابتن مدبولي مش عارف راح فين. محلل كبير بيجي يقيم اللعيبه وبتاع، بيقيم عمرو مرموش اصلا. من العبث ان هذا المحلل يقيم عمر مرموش اصلا، يعني المبدأ نفسه غريب. تخيل بقى اما يقيمه وما هوش عاجبه، ويجيب لعيب مثلا كان بيلعب في الزمالك ساعتها او في الاسماعيلي، مش فاكر بيلعب في، بيتهيألي كان بيلعب في الزمالك في الوقت ده، مش اساسي، يقول ان احسن من لعيب بيلعب في الدوري الالماني ومصر. ويجي بقى تمر الايام واللعيب ده يروح مانشستر سيتي. طب مش يرجع بقى خلاص انا راجل اهبل وبقول اي كلام؟ لا، ده انا مصمم. ده يوم طلع يقول ايه بقى؟ يقول عادي، يعني هو يعني بيتشقلب. ده عشان جاب له كام جون فهم جابوه. قال يعني هو بيلعب في الجنينه، يعني هو بيلعب في ألمونيوم نجح حمادي، ورايح مثلا السمنود. ده بيلعب في انتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني، ورايح مانشستر سيتي. فانت متخيل كمية الهطل في الموضوع. راجل مصر، مازال مصر على موقفه. ما هو الترند والريتش والدنيا جميلة، الناس فرحانة ان بقى عندنا لعيب في ليفربول ولعيب في مانشستر سيتي، وفي الأول مرة بقى عندنا لعيبة بالمستوى ده. لا، انت ازاي؟ انت لازم تهبط، عشان انت لو ما هبطتش مفيش ريتش، مفيش فلوس، مفيش سبوبة. هي دي السبوبة. ما علينا. فانا بقول لكم حال الكرة المصرية اللي عليها الخناقة دي بقى. احنا بنتخانق. يعني في مثل عندنا بيقول ايه بقى في الفلاحين؟ الجنازه حره والماء كلب. لا مؤاخذه، يعني هو المثل ده ينطبق على حال الكره في مصر.
ليلتكم زي العسل.